وش عندك يا ذا النشبة؟ وش تبي بعد؟ أبي حقي وحق ولدي. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أخوي اللي يشوفني في هالديرة يقول أنا اللي مسويها مساهمة خيام البندقية وماخذ الفلوس ومنحاش فيها. اسمع يا ملاحي، أبي حقي وحق ولدي اللي ولدك مطلق فقش راسه وسيل دمه. إيه نعم. وولدك هذا أصلا عنده دم. اسمع يا ملاحي، قبل ما يوصل الموضوع للشيخ ولا للحكومة ادفع راسين من حلالك تعويض لي ولولدي، ولا ترى بوريك. راسين عشان شوية دم؟ ليه؟ ناسي عجرا مرضعته ولا أم هيفا وهبي؟ أنا ما أدري وش تقول يا مناحي، تبي تدفع غصب عليك. أقول وخر على السيارة. لا حرام بالله لا أدوسك، والله ما يفرقون بينك وبين أي ناقة صادمة في سيارة. وخر. قال راسين من الحلال عشان ولدك. ليه راسه مطلي بالذهب؟ وهذا آخر كلام عندك يا مناحي؟ آخر كلام عليه الحرام، ما أعطيك شيء. أوريك وعد كله عند الشيخ ويبي يدفعك غصب عليك. ذبحتونا بذا الشيخ والله لو انه الراجعي. الله يفكني منكم ومن قربكم واروح المدينه وارتاح. بس وخر على السياره. وخر. يا مناحي، وش قلت بالشكوى اللي مقدمها عليك ابو سعود؟ انت معترف ان ولك هذا ولده؟ والله ما ادري يا شيخ، لكن ولدي مطلق الله يطول في عمره فالقا كله للديره، ما يجي عقب المغرب الا وثوبه كله مليان دم يقطر كانه جاي من الفلوجه. لكن بالمناسبه فرخ الفيل ذا ولد ابو سعود انا معرفه، ولدي اذا كان ولدي مطلق فالقه ولا ما هو فالقه، وخذوها من قصرها، ماني دافع لكم ولا شيء، لا راس غنم ولا راس بعير. انت تسمع حكمي وبعدين تصرف. سمعنا يا توني بلير. مناحي وش ذا الحكي ذا؟ احترم مجلس الشيخ وتكلم مع زين. خله هذا انا عارفه، ما عنده حشيفة الا احد ونعرفه من زمان. بانت نواياك يا شيخ، اشهدوا عليه الربع. الشيخ هذا ماخذ موقف مبدئي مني، وانا طالب بالحياديه وطالب محكمه دوليه تقام، يا في باريس يا في بنغلاديش يا في السودان يا في اي دوله كانت، ويكون رئيس هذا البكم من الجديد اللي حطوه، فاهمين ولا لا؟ واذا ما حصل تذاكر ولا في حجوزات نسوي المؤتمر والمحكمه الدوليه في الحله، وترى فطوركم كله على حسابي. كبده حاشي. انت وش تقول يا ملاحي؟ وش الحكي؟ يا رجال والله ما ادري، لكن يوم نزلت المدينه شفتها في محاكمه صدام في السي. والله ما خرب مخك يا مناحي الا نزلات المدينه وهالتلفزيون اللي تشوفه. اسمع يا مناحي الكلام اللي يجمد على الشارع. تبي تدفع 3 روس لابو سعود عن فلت ولده، وتدفع راسين نبي نذبحها للربع هنيه في هالمجلس، لانك وسخت مجلسنا بتتلف. ما شاء الله عليكم متقاطين في لسان واحد. اسمع يا شيخ، اني ادفع 3 روس عشان 3 سجاير فهذا محال، اجل لو اني شارب سجارة حشيش وش بتسوي؟ وش والحشيش هذا بعد؟ هذا شيء يصلح لك يا شيخ، ان شاء الله لا نزلت المدينه اجيب لك قطعه ب500. بس نفس واحد. والله ما تدري انت في الخيمه ولا في منفوحه ولا في البيت الابيض مره. الشياخه ذي تقوم تفحط. وش قلت بالكلام هذا كله؟ تبي تدفع ولا الحبس؟ لحظة لو سمحت، لحظة. أنت ما تستحي دليل الحياة. دام في أحكام وفيها 3 رؤوس وراسين تعشيبهم الربع على حسابي، أنا مولع سجارة، ولا تحدوني أولع البكت كله، ولا تحدوني أكثر. ترى في واحد في أول الديرة يبيع عرق زحلاوي، لا تخلوني أجيب جالون ثم أشربه كله.